ممثل أمريكي المشهور كان أحد أخطر المجرمين في التاريخ. هذا الممثل المشهور بأدواره الشريرة بدأ حياته كمجرم حقيقي. كان أحد أعضاء أخطر العصابات في أمريكا وتم اتهامه بأبشع الجرائم. فما القصة الغريبة لأخطر ممثل في هوليوود والسر الذي لا يعرفه أحد عنه؟ عاش داني حياة قاسية للغاية منذ أول أيامه في هذه الحياة. كانت ولادته نتيجة علاقة غير شرعية ورفضت أمه الاعتناء به وتربيته. أخبرت والده أنها لا تزال شابة صغيرة ولا تريد تحمل مسؤولية طفل. لسوء الحظ لم يكن والده مستعداً على الإطلاق لرعاية ابنه الرضيع. كان مجرماً هارباً بعد أن تسبب في وفاة شخص أثناء شجار. تركه والده مع جدته العجوز ليعيش بين أبناء عمومته. مرت الأعوام وكان الشخص الوحيد الذي يعتني بداني هو أصغر أعمامه. كان عمه ذاك أكبر منه ب7 سنوات فقط وكان يعتبره داني صديقه وقدوته. لسوء الحظ كان عمه قدوة فاسدة وشاب طائش سيدمر مستقبل داني. فعندما وصل إلى عامه الثامن جعله عمه يتناول الممنوعات للمرة الأولى. ومنذ ذلك الحين أصبح داني لا يستطيع التخلي عن تلك المواد المهلوسة. كما كان يستغله عمه للقيام بعمليات إجرامية مثل بيع وشراء الممنوعات من العصابات. ففي النهاية من الذي سيشك بطفل في سن براءة ويقوم بتفتيشه؟ لكن للأسف في عامه ال10 تم القبض على داني وتحويله إلى مركز الأحداث. كان داني هناك لمدة 5 سنوات وقام بتكوين بعض من أسوأ الأصدقاء على الإطلاق. بعدما خرج من مركز الأحداث انضم لأحد العصابات وأصبح أخطر مجرما. وفي أحد الأيام حين بلغ عامه 18 سنة قبض عليه أثناء قيامه بعملية سرقة. حكمت عليه المحكمة بالسجن 10 سنوات في أحد أعنف السجون في أمريكا. ذلك السجن كان عبارة عن كابوس وجحيم لمراهق صغير مثل داني. جميع السجناء كانوا يحاولون مضايقته وضباط السجن عاملوه بقسوة شديدة، ولسوء حظه فقد تورط في مشكلة كبيرة كادت أن تكتب نهاية حياته. فذات يوم حدثت إعمال شغب كبيرة في السجن والوضع خرج عن السيطرة. توفي أحد الضباط في ذلك الوقت واتهم داني ظلماً بارتكاب ذلك. أرسلته إدارة السجن للحبس الانفرادي وأخبروه أن ينتظر حكم الإعدام قريباً. عاش داني أصعب أيام حياته وكان يبكي كل يوم بمفرده. وبالفعل وبعد عدة أسابيع تم الكشف عن الحقيقة بفضل شاهد من داخل السجن. لم يستطع داني تصديق ما حدث وأدرك أن القدر منحه فرصة أخيرة للتغيير. شعرت وكأن نفسي القديمة قد ماتت في تلك الزنزانة المظلمة، وما خرج كان إنسانا جديدا تماما. وكأول الخطوات في إصلاح حياته قرر داني التوقف عن تناول الممنوعات. التحق ببرنامج علاجي داخل السجن وكان يعمل بشكل جيد من أجل أن يتعافى. ولكي يستطيع الدفاع عن نفسه ضد السجناء فقد تعلم الملاكمة حيث أصبح محترفاً. بالإضافة إلى أنه قرر إكمال دراسته من داخل السجن وحصل على الشهادة الثانوية. بسبب التغير المفاجئ على سلوكه قررت إدارة السجن تخفيض عقوبته، حيث خرج من السجن بعد 5 سنوات فقط بدل من 10. قرر أن يعمل كمدرب ملاكمة وبسبب تلك المهنة تغيرت حياته بشكل غير متوقع. ففي أحد الأيام جاء للتدرب عنده ممثل مشهور يدعى أوريكا روبرتس. لاحظ أوريكا أن داني يمتلك وجه مميز وشرس فعرض عليه عرضا غريبا. أخبره أنه يحتاجون إلى شخص مثله ليقوم بدور رجل عصابات في الفيلم. على الرغم من بساطة الدور وافق داني وقدم أداء رائعا لفت انتباه العديد من المخرجين. انهالت عليه العروض وخاصة التمثيل الأدوار الشريرة الذي أبدع في القيام بها. مرت الأعوام وأصبح داني اسما معروفا في هوليوود وشارك في أكثر من 300 عمل.
وصلت ثروته إلى 8 مليون دولار، ولكن تلك الأموال لم تفسده على الإطلاق. على العكس من ذلك، فهو الآن مستشار لإحدى منظمات مكافحة المخدرات، حيث يقوم بإعطاء ندوات تحفيزية للشباب من أجل منعهم من الوقوع في الفخ الذي كاد يقضي على حياته. وفي الآونة الأخيرة، صرح داني أنه لم يمس هذه المواد المهلوسة لأكثر من 45 عاماً. يدعي أنه لا يزال يفي بوعده لله من خلال مساعدة الآخرين، سواء كانوا متشردين أو تم إطلاق سراحهم من السجن، وأنه يعيش حياته على هذا النحو.